عاجل. انتبه جيدا لما سيقال الآن. ما يحدث هذه الساعات في الجزائر ليس أمرا عاديا، وليس مجرد تغير في الطقس كما يظن البعض. خلال وقت قصير جدا تحولت الأجواء بشكل مفاجئ. رياح قوية تضرب عدة مناطق، سماء ملبدة، وأمطار نزلت دون سابق إنذار. قبل أن نكمل، اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الأخبار العاجلة أولا بأول، لأن التأخر في معرفة هذه الأخبار قد يعرضك للخطر. مصادر رسمية أكدت صدور قرار بتعليق الدراسة في بعض الولايات كإجراء وقائي لحماية التلاميذ بعد تحذيرات خطيرة من مصالح الأرصاد الجوية والحماية المدنية. لكن السؤال الذي يقلق الجميع: هل هذا القرار مؤقت فقط، أم أن ما نعيشه الآن هو بداية موجة جوية أشد خطورة؟ تحذيرات تتحدث عن رياح عنيفة قد تتسبب في سقوط الأشجار وتطاير الأسطح وانقطاع الكهرباء في بعض المناطق. الطرقات قد تصبح خطيرة في أي لحظة، والرؤية قد تنخفض فجأة، مما يجعل التنقل مغامرة غير محسوبة العواقب. الخطر الحقيقي ليس في العاصفة فقط، بل في الاستهانة بها. كم مرة قيل غير شوية مطر وتروح، ثم حدث ما لم يكن في الحسبان. إذا كنت خارج المنزل الآن، حاول العودة في أقرب وقت ممكن، وإذا لم يكن لديك سبب ضروري فالبقاء في البيت هو القرار الأكثر أمانا. تابع الأخبار فقط من مصادر موثوقة، ولا تنسى أن الأخبار الكاذبة في مثل هذه الظروف قد تكون أخطر من العاصفة نفسها. قد تصدر قرارات جديدة في أي لحظة، وقد تشمل ولايات أخرى، والوضع قابل للتغير بسرعة. لهذا السبب اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك هذا الفيديو مع عائلتك وأصدقائك. ربما تكون سببا في حماية شخص لا يعلم بما يحدث الآن. نسأل الله السلامة للجميع وحفظ بلادنا وأهلها من كل سوء. ابقوا على حذر وتابعونا لكل جديد.